ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اكيد طبعا واضح تحت عيني عامل ازاي. بقالي تقريبا يومين ما بنامش. كنت بصور اول حلقة يوتيوب، مشغول فيها جدا، سكريبتات وتصوير ان شاء الله تعجبكم يعني. ومش هعلن عنها دلوقتي يعني، خليها مفاجأة. المهم انا النهارده وانا بصور قلت طيب، في ماتش الاهلي والزمالك، ما تيجي نتفرج عليه؟ يعني انا مش من الناس اللي بتتفرج بصراحة على الكرة المحلية. مش مزايدة والله على حد، او مش ادعاء ان انا جامد او بتكلم في الكرة الاوروبية بس او كده، بس يعني ما بشوفش ان الكرة المحلية تستاهل ان انا ممكن اضيع وقتي عليها او كده. في نفس الوقت قلت طيب، ما بلاش اعزل نفسي عن اللي بيحصل او بيدار داخل الكرة المحلية. فقلت اشوف. الحقيقة شوية استغربت الزمالك. آه، في نفس الوقت انا مش شايف ان الاهلي قوي، يعني انا مش شايف ان الاهلي لعب ماتش بناء على ان في تحضير من المدرب واللعيبه دي كويسه او لا خالص. الزمالك هو اللي ما جاش يعني. وده بالنسبه لي في يعني معايير كتير قوي الواحد ممكن يفتحها في السياق ده. فاكر في 2018، يعني اللهم ذكرني، تقريبا 2018 ريال مدريد، وهو تقريبا كان رايح سيمي فاينل، اعتقد سيمي فاينل او فاينل يعني. في نفس الاسبوع ده، يعني كان الماتش الثلاث او الاربع، السبت بقى، السبت ريال مدريد خسر من سبورتنج خيخون في الدوري الاسباني. العامل النفسي في اللعبه دي شيء مش طبيعي، يعني لو انت معرفتش تسيطر على العامل النفسي في اللعبه دي انت ما جيتش. بشوفه كمان في احداث كتيره، هو كمان اهم من الكوره بتقول ايه، او التاكتكس، او المدرب، او اللعيبه، او حتى مشروعك انت، توجهك كنادي. العامل النفسي ده شيء مش طبيعي يعني. الناس اللي بتقول افيهات زي والله اصل ريال مدريد ده بيكسب بايرن ميونخ، بايرن ميونخ يروح يكسب برشلونه، وبرشلونه يكسب ريال مدريد، الشخص ده بيبقى قاصد انه يضحك، بس ده حقيقي. وده مش لاي اسباب يعني. شوف بقى بمختلف الظروف هتلاقي ده بنسبه كبيره جدا بيحصل، لانه في عامل نفسي. انت نازل ضد الفريق بتاعك، انت واخد خطوه زياده. يعني بمختلف الحاجات اللي ممكن يكون تفوق فيها الزمالك الفتره الاخيره عن السنين اللي فاتت، لسه العامل الذهني ده الزمالك ما غيروش. انا شايف دي مشكله كبيره قوي. فكره ان انت بتبقى في بطوله معينه او في ماتش معين بتاخد كريدت كبير قوي على الخصم بتاعك، ده شيء يتيح ليك انت اصلا كخصم ليه انه والله لا، هو كده في حاجه غلط، انا محتاج ان انا اعالجها. لو انا من الناس القائمين على الجهاز الفني او النادي عموما اللي في الزمالك، انا اول حاجه هاسس عليها اللعيبه الصغيره من صغرهم. يعني يا جماعه، احنا مش هندخل ماتش الاهلي واحنا خسرانين فرق واحد، لان ده اوريدي ده اللي بيحصل. انت مش اضعف من الاهلي، انت مش اقل من الاهلي في حاجه. وشوف انت هتقنعهم ازاي. يعني اوكي، انا شايف انه ممكن الانجازات او التواجد بتاعك او حضورك الفتره الاخيره او تاريخيا عموما مع الاهلي مش قوي، او مش شيء ممكن يديك كريدت في النقطه دي. بس انت اسس العيال الصغيره اللي طالعه من تحت دي. يا جماعه، احنا مش اضعف ومش اقل من النادي الاهلي. انا بشوف ان ده شيء لابد منه يعني. مشكلتي مع الاتحاد المصري او مع الاتحاد المحلي عموما انه والله اللي بينطط 1000 كرة هو المعيار بالنسبة لهم الصح. واللعب بقى برجولة، واللعب بالفحولية، يعني ده طبعا، ده كل ده عبث بالنسبة لي. انا ما بشوفش ده اصلا معيار، والا بقى خلاص يعني. انا بقى يعني ارجى الواحد فينا اللي عنده دقن اطول من التانية ينزل بقى يلعب. ما هي ما فعشان كده الكرة المحلية بالنسبة لي مش شيء بتكلم فيه على طول، بس المعيار ده حقيقي مهم. انا شفت النهارده اتنين انديه، واحد سيء والتاني سيء، بس في واحد كسبان الماتش ده من قبل ما يبدا. سهل قوي اعتقد تعرف ده من اول لحظه في الماتش يعني. الزمالك نازل خسران، مش الاهلي اللي نازل كسبان. النقطه دي لازم نادي الزمالك يتكلم فيها مع لعيبته. لازم نادي الزمالك او اداره نادي الزمالك تتكلم فيها مع خلاص يعني. لو احنا مش هنعرف نغير العقل الباطن او العقل اللاواعي مع اللعيبه اللي موجوده دلوقتي، خلاص احنا ممكن نشتغل على ده من تحت، من اللعيبه اللي نازله من تحت، اللعيبه اللي جايه من تحت. يا جماعه، احنا مش اقل من النادي الاهلي في حاجه. الشباب، لو انت عندك اي شيء ممكن يخليك ان انت تنافس، انت مش هتنافس وانت نازل ضد خصمك خسران واحد.
حد ممكن يقول لي والله طب ما ريال مدريد ما كان عمل كده بقى بالمعدات الجديده والمستوى الاعلى من اللعبه. اوكي ماشي، ما هو ريال مدريد بالفعل بيعمل ده. الألفية الجديدة لما دخلت برشلونة اكتساح كامل، يعني كل جزئي على ريال مدريد. ريال مدريد يمكن الفترة الأخيرة الشباب دول مش مقتنعين بده، يمكن عشان الجيل اللي كان موجود في ريال مدريد أصلا اتغير وفي لعيبة تانية جديدة جت، ما بقاش الموضوع برضه فيه سطو كامل لبرشلونة يعني. بس على الأقل أنا شايف إنه لا، يعني مش صعب إن أنا أخليني مش ما انزلش خسران ضد الخصم بتاعي. ده شيء مهم جدا يعني. شكرا لكم.